إلا بغيتي تلخص المغرب بالكرة في هذا الماتش تقدر تقول بأن الفكرة كانت واضحة، ولكن التنفيذ والكاستينغ ما ساعدوش بالشكل الكافي. مبدئيا المغرب بدا ب4-2 3-1، ومع الخروج بالكرة كان كيبان أنه كيميل تنظيم قريب من 3-2-5. الهدف من هذا الشكل هو أنك تعطيه كثافة أكثر في الوسط وتوجد راسك باش تخلق زيادة عددية في الثلث الأخير. ولكن المشكل ما كانش في الرسم بحد ذاته بقدر ما كان في التنفيذ داخل هذا الرسم. أول نقطة بانت هي أن التواصل بين حريمة والعيناوي ما كانش واضح بالقدر الكافي، حيث ملي واحد فيهم كيهبط يهز الكرة الآخر خاصو يكون حاضر باش يلبطي ويوازن الفريق إلى ضاعت الكرة، وهاد النقطة ما كانتش مضبوطة وخلقات لنا شوية ديال العشوائية في بعض اللحظات. النقطة الثانية وربما الأهم هي أن بزاف من اللاعبين اللي كانوا قدام بانوا ستاتيك بزاف، يعني كيبغيو الكرة تجيهم في رجليهم اكثر من انهم يتحركوا بلا كرة، يضربوا في الظهر ولا يخويوا المساحه لواحد اخر. وهنا ضاع علينا واحد النقطه مهم، حيث الاكوادور ملي كانت كتضغط كانت كتخلي مساحات وراها، ولكن حنا ما استغليناش كيف ما خاص. ولهذا ما كانش غريب ان الصوره تبدلات شويه ملي دخلوا لاعبين بحال الريحيمي والطالبي، حيت هادو من النوع اللي كيطلب الكره في المساحه وكيعطيو حلول اكثر في العمق ماشي غير للرجل. حكى توظيف أناحي مالية ما كانش هو الأحسن، حيت في بعض اللحظات كتحس باللي كان مقيد أكثر بأدوار ديال الإغلاق والتمركز على حساب داكشي اللي كيعرف يدير هو مزيان: الهبوط، استلام الكرة تحت الضغط، وتنفيس اللعب في اللحظة اللي كتكون فيها الفرقة مخنوقة. ونفس الشيء تقريبا بالنسبة لفكرة اللعب السايباري ودياس في مراكز قريبة من رأس الحربة الوهمي. من خلال اللي بان هذا الاختيار ما عطاش المردود اللي كان مطلوب، حيت هذا النوع من الادوار كيتطلب لاعب عنده تايمينغ ديال التحرك، يعرف امتى يهبط، امتى يجر مع قلب دفاع، وامتى يضرب في المساحه. وهذا الشيء ما بانش بالوضوح الكافي. اللي بان اكثر هو ان الفكره الهجوميه كانت كتطلب بروفايلز معينين، ولاعبين اللي بداو الماتش ما كانوش كاملين مناسبين لها بالشكل المثالي. يعني الخلاصه الهجوميه هي ان الفكره كانت حاضره، الشكل كان واضح نسبيا، ولكن الحركه بلا كره، استغلال المساحات واختيار الادوار ما خدموش كيف ما خاص. وزيد على عامل مهم، المنتخب جاي من ستيل اختلف، ولاعبين مازال خاصهم الوقت باش يتاقلموا مع طريقه جديده في الخروج والكره والتنشيط الهجومي. وهنا بالضبط كيبان المشكل الكبير، الافكار الجديده كتحتاج الوقت وحنا ما عندناش بزاف ديال الوقت. سؤال للنقاش، بالنسبه لكم المشكل الاكبر كان في الفكره الهجوميه ولا في اختيار اللاعبين اللي خاصهم ينفذوا هذه الفكره؟